أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. نشرت العديد من وسائل الإعلام الرقمية خبر مفاده أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بإيقاف كل من الوالي السابق وكتب عام الولاية واثنين من ممثلي غرفة سواق التاكسي ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل عن الصندوق للضمان الاجتماعي بلجنة إسناد الرخص بمقر ولاية قفصة، وذلك على خلفية شبهة فساد في إسناد رخص التاكسي الفردي. وتقول حيثية القضية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص من بينهم والي وكاتب عام الولاية السابقين بشبهة فساد إداري في علاقة بملف إسناد رخص التاكسي الفردي. وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم قفصة السيد حليم عبادة أن النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم وال وكاتب عام للولاية سابقين وكذلك بموظفين اثنين، وذلك بشبهة تدليس وثيقة رسمية وإسناد رخصة تاكسي واحدة على خلاف الترتيب التفاضلي المعمول به في إسناد هذا النوع من الرخص. كما شمل قرار الاحتفاظ عضوين اثنين في اللجنة الاستشارية لإسناد رخص التاكسي الفردي بولاية قفصة. وأضاف الناطق الرسمي أن الأبحاث متواصلة لدى فرقة الشرطة العدلية بقفصة حول ملف إسناد رخص التاكسي الفردي في فترة إدارة الوالي السابق المحتفظ به لشؤون الولاية. وكانت ولاية قفصة قد تقدمت بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية قفصة حول تعاطي الوالي السابق والمحتفظ به مع ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي، ليتم على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الغرض بإذن من النيابة العمومية.